السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل معاكم البامية باللحمة، حاجة كده ما شاء الله سهلة وبسيطة وتنويع في الأكل. هنا زي ما انتم شايفين بدأنا بمعلقتين زيت. أول ما الزيت يسخن معايا هنبدأ ندي اللحمة بتاعتنا صدمة زي ما انتم شايفين كده. هنا اللحمة بتاعتي صغيرة في السن مش كبيرة، يعني بكترها خالص هتاخد ساعة على النار وتبقى مستوية وزي الفل معايا. هنا أول ما تاخد مني صدمة هنبدأ نقلبها على الوش التاني. مش هنعمل فيها اي حاجة خالص غير ان هي هنوطي عليها ونسيبها تشرب المية بتاعتها كلها خالص. بعد كده هنشوف هنعمل ايه. هنا زي ما انتوا شايفين كده بتبدأ تاخد اللون الاولاني، وبعد كده هنقفل عليها. بعد كده نسيبها بقى ايه تشرب ميتها. اول ما تبدأ تخش معايا في ان هي تشرب المية بتاعتها كده هبدأ بقى اقلبها تاني زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده اضيف عليها شوية فلفل اسمر. اول حاجه ما نعملهاش هنا ان احنا ما نضيفش الملح دلوقتي خالص. نبدا نضيف الملح في اخر السوا عشان بيأخر معانا سوا اللحم. هنا ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهوت بدأنا بقى ايه معانا بصله مبشوره كده جميله ناعم. هنبدأ ننزل عليها باللحمه بتاعتنا يا دوب بس تدبل كده معايا بسيط، وبعد كده هتشوفوا هعمل ايه. زي ما انتوا شايفين كده خدت لون ذهبي جميل معايا اهوت، ولا هو غامقه خالص، لازم يبقى اللون فاتح كده بس يا دوب تدبل معايا. هنبدأ ننزل طبعا معانا بمعجون الطماطم بتاعنا. ما شاء الله اهوت ما شاء الله بقت تحفه ولونها جميل جدا. هنا بقى ننزل معانا بمعجون الطماطم او عصير الطماطم. هنا انا كان معايا طماطم مفرزاها هبدأ انزل بيها. هي 10 دقايق وهتلاقيها فكت خالص ما بقاش فيها اي حاجه. نبدأ بقى ننزل بالتوابل بتاعتنا زي ما انتوا عايزين. انا هنا بكتفي بالفلفل الاسمر والملح طبعا في الاخر. هنا زي ما انتوا شايفين الصلصه بتاعتي ما شاء الله جميله اهيت. نبدأ بس نزودها ميه كده عشان خاطر ايه لسه اللحمه بتاعتنا ما خدتش السوا. هنا طبعا معايا معلقه بابريكا وفلفل اسمر وكمون ومرقه دجاج. هنا طبعا مرقه الدجاج اختياري على حسب ما انتوا حابين. انا هنا بضيفها معايا على الباميه بتدي طعم جميل جدا. زي ما انتوا شايفين كده هنسيبها تتسبك مع نفسها لحد ما تنشف. برضو لو عايزة مية بنضيف لها. بعد كده معانا البامية بتاعتنا طبعا احنا مقمعينها كويس ما شاء الله، بامية صغيرة وجميلة. نبدأ نحطها على الصلصة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين، وهنزودها شوية مية على حسب ما هي عايزة. بس هنا اللحمة بتاعتي فعلا ما خدتش سوا خالص، ساعة بالكتير كانت يعني ما شاء الله جميلة زي الزبدة. طبعا نغطي عليها ونسيبها بقى براحتها خالص على النار. اول ما تستوي معايا هوريكم الشكل النهائي بتاعها واوريكم شكل اللحمه عامل ازاي. هنا طبعا معلقه توم، لزوم الاكله بتاعتنا لازم تحط لها معلقه فصين توم كده. بتدي برضو للباميه طعم جميل جدا. ما شاء الله اللحمه متماسكه جدا وجميله. هنا ضفنا كوبايه الماء اللي احنا قلنا عليها. نبدا بقى نسيبها مع نفسها تستوي، وبعد كده هوريكم انا عملت ايه. هنا ما شاء الله اللهم بارك، يعني ما شاء الله خدت في السوا جامد اهيت وبقى شكلها تحفة. يا رب بألف هن اللي أكل منها. هنبدأ نغرف معاكم بقى الطبق بتاعنا وهتشوفوا الشكل النهائي. ما شاء الله اللحمة دايبة جدا وتحفة. والبامية زي ما انتوا شايفين يا ريت تجربوها، حاجة كده جميلة وتغيير في نوعية الأكل يعني. وحاجة سهلة وبسيطة، حابة تحطيها في الفرن ماشي، حابة تاكلها كده عادي يعني. هنا طبعا هنقدمها معانا رز بشعرية. وبعد كده هنبدأ أقدمها معاكم. ده شكل البامية بتاعتنا. حاجة كده ما شاء الله بألف هنا. نبدأ كده بس نشيل أي بواقي في الطبق بتاعنا نخلي شكله جميل كده. وده كان الشكل النهائي بتاع الطبق بتاعنا. يا رب اكون افدتكم، ويا ريت الفيديو لو كان عجبكم لايك واشتراك للقناة وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد مني. ويا ريت تدعموني بلايك. اشوفكم على خير ان شاء الله، مع السلامة.